جدودنا اللي هاجروا بس نبيك من المحل، ما هاجروا من غبينه بني رشيده للبكار المشاعيف، من فعلهم كم عين باتت حزينه. عليت يا برق هالكفة عليت الواسم ثابت والشهود شهودها بين الرشيد لا دعس يعتزل حدود مغرب السيوف حدودها قبرة عرب تقدم على الدرب المميت. السلام عليكم، والله يصبحكم بالخير محبي ومتابعي أخيكم وليد عبيد الرشيدي، أهلا بكم. يقول شاعر وفارس من شعراء بني رشيد اللي امتدوا إلى وادي النيل ما بين 150 إلى 200 عام، يقول يا ناشد عنا بحق وحقيقة من نجد جينا ومن شمال المدينة. جدودنا اللي هاجروا بس نبيك من المحل، ما هاجروا من غبينه بني رشيده للبكار المشاعيف، من فعلهم كم عين باتت حزينة. يعود عمر القصيدة زي ما قلت لكم من 150 إلى 200 عام، يؤكد فيها الشاعر إن امتداد قبائل بني رشيد ليست من ضيم ولا فرار من حروب، امتدادهم كان بحثا عن الماء والكلاء، لأنهم أهل الإبل كما ذكر في القصيدة، أهل البكار المشاعيف، أهل إبل وأهل ثروات حيوانية. كما تتوارث أجيال قبائل بني رشيد العبسية في وادي النيل كابر عن كابر امتدادهم وتاريخ هجراتهم وتحفظهم على ثرواتهم الحيوانية الأصيلة، وأيضا هم على دراية كاملة بتاريخهم ومواثيقهم التاريخية وديارهم، وهم أيضا على صلة وتواصل بينهم وبين أبناء عمومتهم في الدول الأخرى، وهذا ما يتوارثونه كما ذكرناه ونعيده ونكرره كابر عن كابر. وأما عن أدلة التاريخ والتوارث كابر عن كابر، ففي البداية ذكرنا لكم قصيدة يعود عمرها من 150 إلى 200 عام، ويؤكد التوارث ما ذكره عمنا رحمه الله تعالى الشيخ أحد شيوخ شمل وقبائل بني رشيد في السودان الشقيق، الشيخ والعمدة نافع بركات، أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. تابعونا. سالفة إبل السواحل، إبل السواحل الحمر هذه ما حد تحفظ علىها لا في الخليج ولا في السودان أكثر من الرشايدة، هم اللي متحفظين علىها، والآن موجودة عنده واسمها الساحلية، وجبناها أساسا من المملكة العربية السعودية. وحنا يوم رحلنا من المملكة العربية السعودية ما رحلنا من ضم ولا رحلنا من قبيلة أبدا، رحلنا نبحث عن الماء والكلاء كعادة البدوي، كعادة بدو. وحتى يعني أنا أتذكر من جدودية بشرة بركات إن بعد ما رحلنا ونزلنا في سواكن قبل لا نصل الكسلة، إن جدي بركات أخذ 17 من الإبل وسلمها للملك عبد العزيز هجن، وسلمها سويلم إبراهيم سويلم، لا إبراهيم بعدين سويلم، عاد توفى ونافع بركات أخذ بالهرن 8 من الإبل وسلمها لإبراهيم السويلم. هو طبعا قابل الملك فيصل، وكان الملك فيصل وعمي نفاع بركات أخو الوالد، يعني حتى يوم يجلسون عند بعضهم سبحان الله الصورة واحدة بالعقل وبالبشت وبالطول ها هو التاريخ المتوارث كابر عن كابر كما سمعتم من الشيخ نافع بركات، وهو يؤكد على أن امتداد قبائل بني رشيد إلى وادي النيل لم يكن من ضيم، بل هو بحثا عن الماء والكلاء، كما أكد على تحفظ القبيلة على نوادر الإبل وهي إبل السواحل، ويقال بأنها هي سلالات العصافير التي أتى بها عنترة بن شداد من الملك النعمان مهرا لابنة عمه عبله آنذاك، وأطلق عليها لقب السواحل بأنها عبرت معهم من ساحل البحر الأحمر شرقا إلى ساحل البحر الأحمر غربا آنذاك، كما ذكر الشاعر جدودنا اللي هاجروا بس نبيك من المحل، ما هاجروا من غبينة بني رشيده للبكار المشاعيف، من فعلهم كم عين باتت حزينة. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من نقص وقصور فمني ومن الشيطان. بدعمكم نستمر. وليد عبيد الرشيدي، ودمتم بخير.